وسالفتنا اليوم يقول في أحد الأزمنة اكو زلمه راح من عربه فطب له بديره غير ديرته، فلزمته الشرطه مال الديره، جابوا للملك كبار غريب تمنيا ما يحكي وياهم. شنو سالفتك؟ ما حاجه. قال رجال انا امشي رايح بدربي، ذبوا بالسجن. فوصل خبر ديرته، يقول علقت بيارغ وفزعت، قلت العرب بخويطها خوش. فزعوا اجوا للملك. الملك سأل قال لهم شنو هاي الوادي ملتمه وفازعه خياله وتفاقه وبيار، شنو الموضوع؟ قالوا له ذولا اهل الزلمه المسجون عندنا. قال شنو شغلك هذا؟ نعم. التقى بيهم. قالوا له ابويا هذا شيخنا وملكنا. قال لهم ليش ما قال؟ قالوا له ما راد ينذل قدامك ويقول انا شيخ وكذا يقول بعد اخذته القوه. قال ما ماخذوه توكلوا. يقول اخذوه وساته وردوا بيه. خوش. يقول بعد فتره من الزمن وصل خبر للملك هذا اللي كان ساجن هذا الشخص بأن هذا الشخص لا شيخ ولا أبد، الراعي مال الإبل مال هذا القرية، هاي العشيرة. الله أكبر. خوش. فيقول ركبوا راحلهم، قال لهم أنتم شلون هيك في هاي الفزعة وتقولون شيخنا؟ طلع مو شيخ، طلع راعي إبل. بوقة صارت هاي. يقول حاكاه الشيخ قال له لا خير فينا إذا ذل راعينا. الله 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 الله. لا خير فينا إذا ذل راعينا. إذا ذل راعينا. هيك أنا مو اختصاص الدار ولكن قلت كلك إبداع وعلي. وين القياها الناس من هالعشيرة راعيها صار الشيخ، شي عندها غير. الله الله. حياكم الله، أهلا وسهلا.